كل واحد معه جوال بيضيط عند سوقته، وانا قال لازم تصلح جوال. قلنا الدكدكي قال نويت المرأة مفرع، قالت تمرجل وقع مثل البشر رجال، لا بيت مبني ولا بابور ذا ينفع ولا مسدس ولا جنب الكمر جوال ولا مهاجر ولا مسؤول في مصنع ولا مغاول مع الدولة رجل أعمال ولا مزارع ولا في مزرعة تزرع له شيخ حارة ولا عاقل من العقال. وش اللي يديه بمشدق وجهها واخفع طول الزمان، وانا شاغي على الجهال لولا 6 معانا والبنات 4 وانتي 11 وانا الثاني 10 اكال واولادها كلهم من قوم بازلفع ما بعوي من شقاهم قيمة السروة لا غلت باكله ياكل ولا يشبع يشتي رسومه على اكل الغداء والفال. وجاوب علي يا غاله وداعه وقع بختي مع لغبع ما جيت وفقت باصحاب الذهب والمال دي كنت بعيش وسط الملك واتمتع ولا طلبتها مطالب ما يقصر عاد. قال كنت شيوعي وذا الحين طلع كشوح حزبي وبالمؤتمر تاكل بلابس مال غنى ما هو كذا تعيشني جاهل غبي ودوع شواش بي ومرتي مثل بن جلال. برع من البيت برع يا مره برع بجيب واحدة صغيرة تسلي خاطري والبال واحدة صغيرة تسليني وتدلع بالنقش على الخد والرمشة على الاسبال ادام والدين قد حلل وقد شرع فنه وثلث وربع وعدل المكيال. قال تعوذ من الشيطان وتراجع بسم على اولادنا وادعى بستر الحال الاطراف ماشي مع كل راس غص الله وبحر عشان لا ولا غلال.